هذا يوم أول في سان-ليمير وأول تدريب، كيف تشعر بنفسك؟ أنا أشعر بنفسي جيد جدا. السفرة كانت طويلة وحصة التدريبية الأمس كانت جيدة جدا. والآن ونحن على بعد بعض أيام من المباراة الأولى، كيف ترى المباراة الأولى؟ هل يرون أنها أهم مباراة لكي تقوم بكأس عالم جيدة جدا؟ وأنت على بعد بعض الأيام، هل تشعر ببعض الضغط؟ هل ترى أنه الأهم هو الذي ستقومون به هذه الأيام؟ إنه من الواضح تماما أن هذه المباراة مهمة جدا للدخول في المسابقة على أحسن ما يرام، وأنه فريق في مستوانا صراحة، وهو فريق جيد جدا وقد أخرج روسيا، فنحن إذا نعرف أهمية هذا الفريق وخاصة في الأسبوع الأخير. هذه الترتيبات الأخيرة مثل ما قلت، والخاصة خاصة بخط الهجوم، بعد كثير من المباريات لم تسجل أهدافا، وأخيرا أنت سجلت ضربة جزاء. المدرب الآن مركز تماما على الهجوم أو على كل العمل؟ لا، هو يركز على العمل بصفة عامة. هنالك كثير من اللاعبين مصابين، وحتى ضد الإمارات لعبنا على تحسين العمل الجماعي. وضد سلوفينيا كريم، الجزائر لديها كثير من الأوراق تلعبها. ما هي الأهم حسب رأيك؟ أنا أعتقد أن لابد أن نلعب بذهن قوي جدا وبروح عالية جدا، هذا أول شيء. لقد شاركت تقريبا في كل المباريات التدريبية، وهل تعتقد أن هذا الجو مناسب جدا لهذه المباريات؟ نعم، منذ عدة أيام، منذ فترة طويلة، ونحن ننتظر حلول هذه الأيام وحلول كأس العالم، ونحن نمثل كل الدول العربية وبعض الدول الأفريقية المسلمة، وسنحاول أن نكون في المستوى. شكرا.